أهلا وسهلا بيكم. صديق عزيز سألني وكان متحير في سؤال ما بين اختياره لعمل بديل للي هو فيه. whatever ايه الأسباب اللي خلته يفكر إنه يغير عمل، وكان بيسألني معايير الاختيار ايه. فكان ردي ليه ببساطة: احنا في حياتنا الدنيا كلنا بنسعى ليه؟ نجتذب السعادة ونبعد عن الآلام. فقلت له خلي فكرك كله إن أنت تدور على السعادة في اختيارك. بس اديت له 4 محاور يفكر فيهم، ما سيبتش الموضوع بتاع السعادة كده. أول حاجة، العمل الجديد ده موقفه ايه ماليا بالنسبه للعرض التاني اللي جاي له والمكان اللي انت فيه؟ في مرتبات او سالري عادل؟ انت دايما لازم تبقى حاطط نفسك في الرينج بتاعه، سالري عادل لخبراتك، لمستواك، للتايتل بتاعك وهكذا. لكن برضه بيبقى فيه تفاوت. فايه السالري العادل اللي انت تتطلع اليه؟ طب هنجيب السالري ليه؟ هنجيب السالري عشان نقدر نعيش عيشه احسن. كل المقاييس اللي انا بقوله ده فتحقق لينا سعاده. يبقى ده واحد. الحاجة التانية، وانت في مرحلة من مراحل حياتك العملية، بتبقى حاطط في ذهنك، ولازم تحط في ذهنك الكارير باص بتاعك. طب هتعمل كارير باص ليه؟ برضه عشان توصل للسعادة اللي انت عايزها، وتبعد عن الآلام اللي انت بتجتنبها. كارير باص بيحقق لك قيمة ذاتية، بيحقق لك خبرة، بيحقق لك منصب ترتقي بيه، بيحقق لك عائد مالي. يبقى ده واحدة تانية. النقطة التانية اللي لازم نفكر فيها برضو بعد السعادة، وهي الخبرات اللي انت هتكتسبها في هذا العمل إذا استمريت فيه أو الأداء العملي. فالخبرات دي برضو ترتقي بيها، فبترتقي بقيمتك، بتعلي ذاتك لغاية ما تروح لفين؟ لبرضو السعادة اللي ممكن الارتقاء ده يجيب لك فلوس، يجيب لك مركز، يجيب لك كارير باص كويس نتيجة الخبرات. النقطة الأخيرة، راحتك النفسية. كتير مننا بيرتاح لمدير وهو قاعد جنبه، او بيرتاح في كوميونتي معين في الشغل، ما بيفكرش اساسا انه يدور على شغل لارتياحه في هذا الكوميونتي. ما بيدورش انا مرتبي كويس ولا وحش. قد يكون كمان ما بيدورش انا بكتسب خبرات جديده ولا لا. الكوميونتي حاجه مهمه، راحتك النفسيه حاجه مهمه، بتاثر على حياتك الشخصيه، على حياتك البدنيه، على حياتك الاسريه. ولما ترتاح تعرف تشتغل احسن، تعرف تكتسب خبره احسن، تعرف يبقى لك فرص اكبر في كارير باص اذا كان متوفر في حالتك. ممكن يدي لك فرصه كمان لانك تاخد سالري او مرتب اكبر يحقق لك بكل ال4 نقط دول السعاده اللي انت عايزها. احنا في الدنيا اولوياتنا مختلفه، اتجاهاتنا مختلفه. الحاجات اللي بتبسطني وتحقق لي قيمة، يعني الويت بين ال4 حاجات اللي أنا قلت عليهم دول بيختلف من شخص للتاني، سواء اختلاف شخصي أو اختلاف ظروف حواليه. فلازم تحط القيم دي في ميزان، تحط لها كارتيريا كده. أنا الويت اللي يمثله الفلوس قد إيه، الويت اللي تمثله الكارير باس قد إيه، الويت اللي تمثله الخبرة إيه، راحتي النفسية لها ويت قد إيه. حطهم كلهم، وتحط المعايير دي او المتغيرات بتاعت الشركات اللي قدامك ازاي، ومع الاعتبار بعمرك، خبرتك. وبعدين تستخير، وان شاء الله ربنا يوفقك للي فيه مصلحتك وسعادتك وبعد الآلام عنك. لو اي حد عنده اي سؤال في اي مجال حياتي او ما يتعلق بالعمل اللي خبرتي فيه، إدارة وتنفيذ المشروعات الهندسية، ما يترددش إطلاقا إنه يسأل وأنا هرد عليه، يا إما بشكل شخصي يا إما هتلاقوني عامل لكم فيديو كده، بحيث أنا وأنتوا واللي سامعيننا كلنا نعرف نستفيد من ده. شكرا، وأشوفكم في الحلقة.